في حالات بيبقى فيها الوزن بينزل بسرعة وبعد كده الوزن بيقف خالص أو بيبقى النزول قليل جدًا، وده ليه بعض المشاكل. أولًا إن الوزن اللي بينزل كبير بيبقى عبارة عن دهون ومَيّة وعضلات، مش دهون بس. الجسم بيوصل لحالة اسمها وضع التكيُّف، يعني بيفضل محافظ على الحالة بتاعته، عشان كده ما بيقدرش يفقد دهون. أو إجهاد عالي، يعني بنقلل في السعرات الحرارية جدًا، بيبقى كارديو كتير، نوم قليل. في غلط شائع مثلًا حد يقلل السعرات يعني يقلل الأكل ويتمرن كارديو كتير، هو بيحسب إن دوّة هيخلّيه ينزل بسرعة، بالعكس ده بيخلّي وزنه يثبت والنزول ما يبقاش فيه حرق أصلًا. الحل، أول حاجة هنزوّد في السعرات عن طريق أكل صح، يعني بروتين، كربوهيدرات نضيفة، دهون صحية، ويكون نزول السعرات بيكون محسوب. يعني خلاص إحنا بنشوف وضع الجسم اللي هو وزن الثبات وبننزّل عنه من 300 ل500 سعر بس مش أكتر من كده. تالت حاجة، لازم لمّا نيجي نتمرّن كارديو عشان ننزّل جسمنا يا جماعة لازم يكون كارديو متوسط، يعني من 20 ل30 دقيقة، ويكون كارديو متوسط مش شديد، ولازم نحافظ على التمارين المقاومة. كل دوّة بينزّل الجسم بيخلّيه يفقد دهون من اللي عنده وهو مرتاح، لكن ما يوصلش لدرجة إن هو يبقى خايف يفقد دهون. إحنا بقى لمّا نيجي نشوف النتيجة هنشوفها في القياس، مش هنقول بقى إيه إن إحنا هنشوف الوزن على الميزان، لأ النتيجة هتبان يا إما في القياس بتاعتنا في المقاسات بتاعتنا، يا إما في شكل الشيب قدّام المراية، يا إما كمان هنشوف دوّة في المجهود والتمرين، هنشوف إن صحتنا بقت أحسن بالتمرين. إحنا يا جماعة علشان نحسّن من نزول جسمنا لازم نحافظ على حسبة السعرات الحرارية كويس، لازم تمرين المقاومة ما يكونش شديد، يكون تمرين متوسط، تنظيم الوجبات.